صباح الفل من روما. بما ان الواحد في ايطاليا، فاول حاجه لازم يعملها الصبح كده يشرب فنجان اسبريسو على الرايق. وفطارنا الصبح طبعا لازم يبقى بيتزا، احنا في عاصمه الاكل. المكان ده بيعمل احلى بيتزا في روما، الصراحة جامدة جدا. اشترينا تيكت للباص هنلف بيه روما كلها ب24 يورو. يلا بينا، هو ده الباص. ان شاء الله تبقى رحلة حلوة. ده الباص بتاعنا اهو، ومدينا سماعات كمان، بس نطلع نقعد فوق كده. طلعنا الباص الدور التاني، ان شاء الله هتكون رحلة حلوة. يلا بينا. السماعة هنا عشان تسمع. طبعا دي واحدة من أسهل الوسائل وأريحها تقدر تشوف بيها كل الأماكن السياحية اللي في مدينة روما. خليك كده قاعد في الباص في الدور التاني وسيب نفسك خالص، لأن أنت هتاخد جولة على معظم الأماكن السياحية اللي في مدينة روما، وهتحس نفسك إن أنت بتتمشى جوه متحف مفتوح. طبعا تذكرة الباص اللي أنت بتشتريها تقدر تستخدمها على مدار ال 24 ساعة، والباص ده بيوقف في أماكن سياحية تقدر تنزل وتتمشى وتاخد الجولة السياحية بتاعتك وتصور الأماكن وتشرب قهوة وتاكل، وبعد كده ترجع لنفس المحطة هتلاقي باص تاني كاتبلك المواعيد وبيجوا امتى عشان تنتقل للمكان اللي بعده. زي ما انتوا شايفين احنا قدام أهم معلم سياحي في مدينة روما وهو الكوليزيوم. تقدر تنزل وتتمشى وبعد كده ترجع تاخد الباص اللي بعده. عايز اقول لكم ان مدينة روما مدينة سياحية من الطراز الأول، وهتمشي في التاريخ وهتحس ان الزمن رجع بيك للعصور الوسطى. هتتمتع جدا وانت بتتمشى في شوارعها وبتتفرج على المتاحف والأماكن السياحية والأثرية اللي فيها. ده غير ان البلد فيها أماكن خضراء في كل مكان، ولو زرتها في الصيف أو في الشتاء فانت هتتبسط، لأن إيطاليا واحدة من أقوى الدول السياحية في العالم. وانت في ايطاليا لازم تصحى بدري، عشان لو قررت تزور اماكن سياحية فانت بيتطلب منك ان انت تقف في طابور طويل عشان تقطع التذكرة بتاعتك. عايز اقول لكم معلومة على السريع، ان روما بيزورها 10 مليون سايح سنويا. زي ما احنا شايفين ناس في كل مكان، والناس بتتمشى وبتتفرج على الآثار اللي موجودة في الشوارع. العربية دي نص ساعة ب100 يورو. براري كاليفورنيا، زي ما انتم شايفين كده من جوه عامله ازاي. واحنا داخلين دلوقتي على دولة الفاتيكان، ودي تعتبر اصغر دولة في العالم. طبعا اول حاجة هتلاقيها في دولة الفاتيكان اول ما تدخل المسلة المصرية بتاعتنا، وفي كنيسة الفاتيكان، وفي متاحف جوه كتير، بس لازم تقف طابور طويل عشان تقطع التذكرة وتدخل. بعد ما خلصت جولتنا داخل أصغر دولة في العالم واللي هي الفاتيكان، نرجع ناخد الباص ونتمشى بيه عشان نشوف الأجواء الليلية بتاعة مدينة روما، ونستمتع بإطلالة من الباص على الأماكن السياحية والشوارع، ونتمشى في المتحف المفتوح اللي قدامنا.